ناس كتير في حياتنا. دايما هتلاقي من الناس دي في نوعين. نوع ذكي جدا في حياته، في شغله في دراسته في كده، بس تلاقيه غبي جدا عاطفيا، غبي جدا في التحكم في مشاعره. ونوع تاني هو شخص عادي جدا مش ذكي نفس ذكاء الشخص ده، بس هتلاقيه ذكي عاطفيا، ذكي اجتماعيا، بيعرف يتحكم في مشاعره كلها. اللي بيفرق ما بين الاتنين دول يا صديقي هو حاجة اسمها الذكاء العاطفي. فأهلا بيك يا صديقي في حلقة جديدة، والنهاردة هنتكلم عن الذكاء العاطفي. بما ان فالنتاين قريب تقريبا كمان يومين او عدى يوم على حسب الفيديو ده ينزل امتى عشان بصور قبلها بفترة، فقلت بما اني بقى في الفالنتاين وقلت لك من فيديوهين ازاي تحدد انت في علاقة توكسيك ولا لا، نتكلم بقى ازاي بقى تتحكم في مشاعرك. فالنهارده هنتكلم عن الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو بحر كبير، احنا هناخد كام نقطة او كام حاجة منه. متنساش يا صديقي قبل ما نبدأ تعمل لايك شير كومنت واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الحلقة. ايه هو بقى يا صديقي الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي هو انك تعرف تتحكم وتسيطر على مشاعرك وتديرها في حياتك العملية كلها، وفي نفس الوقت تفهم مشاعر الآخرين عشان تعرف تتكلم معاهم. عايز أقولك يا صديقي إن الذكاء العاطفي هو مهارة تكتسب وليس حاجة بتتولد بيها يعني، فممكن نطورها عادي. بص يا صديقي، عندنا كم مكون كده للذكاء العاطفي، هم 5. أول واحد الوعي بنفسك وبمشاعرك. تاني حاجة التحكم في مشاعرك، بتوعي بنفسك وتصرفاتك، تعرف تتحكم في مشاعرك، دي نقطة مهمة جدا. تالت حاجة تحفز ذاتك. كذا مرة اقول لك يا صديقي وهتلاقيني عايدة مرتين ثلاثة في الفيديو ده، جلد الذات، اوعى جلد الذات. رابع حاجة هو التعاطف، انك تحط نفسك مكان الشخص ده في موقف ما عشان تحس بيه. خامس حاجة وهي المهارات الاجتماعية اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز، ودي مش هقدر اتكلم معاك فيها لان انا اصلا موقعها، يعني انا محتاج كورس كوميونيكيشن سكيلز عامة يعني. شوف انا طالع بكلمك اهو، بس انا محتاج واحد لازم. بس ودي بقى يا صديقي هي مكونات الذكاء العاطفي. تعالى بقى نروح لمهارات محتاجها عشان يبقى عندك ذكاء عاطفي. يلا بينا، يلا بينا كده. لا انا هخش كده. ايه بقى يا صديقي هي المهارات اللي انت محتاجها عشان يبقى عندك ذكاء عاطفي؟ بس قبل ما نخش في المهارات تعالى كده نرجع شويه بالزمن لورا، للبيئه والمجتمع اللي انت اتربيت فيه والدنيا اللي حواليك، وتربيت ازاي، وهل اتربيت في بيت كان دايما فيه عصبيه وانفعالي ولا اتربيت ازاي. لما نرجع للاصل هتعرف ان المشكله فين، وساعتها هتبدا تعرف امتى تتحكم في مشاعرك والمفروض تتحكم في ايه وما تتحكمش في ايه، لان هو دايما بيقول لك ايه، على الاصل دور. طيب اول حاجه في المهارات هنقسمها كذا جزء. اول جزء هناخد الصوره الذاتيه. طيب الصوره الذاتيه عندنا بتتقسم لكام حاجه، ايه هما؟ اول حاجه هي توكيد الذات، انك تحترم ذاتك، تقدرها، ما تجلدهاش. خلي فاكر كلمه جلد الذات، قلت لك هقولها لك كتير. طيب في كام كده تدريب صغير هقول لك عليه ممكن يساعدوك تفهم مشاعرك او تقدر ذاتك او توكد ذاتك ايا كان يعني. ايه هما التدريب؟ اول واحد امسك ورقه وقلم واكتب المشاعر اللي انت حسيت بيها طول اليوم. لو جالك شعور سلبي دور على اصل الشعور السلبي ده كان ايه. تالت حاجه لازم يوميا تكتب على الاقل شعور ايجابي واحد بس، عشان تعرف هو تمام ولا لا يعني. الشعور الايجابي ده هو اللي هيشجعك، فاهم قصدي ازاي. تاني حاجه عندنا احترام ذاتك، اللي انك ما تجلدهاش. قلت لك هعيد الجمله دي كتير، جلد الذات يؤدي الى الاحتراق النفسي، ومش هتلاقي لا ذكاء عاطفي ولا ذكاء عقلاني ولا ذكاء بشري، وهتبقى غبي منه فيه من الاخر. طيب تالت حاجه هي الاستقلاليه. طيب انت عايز تستقل بذاتك في نفس الوقت محتاج تمشي على قيم المجتمع، طب تعمل ايه؟ بص يا صديقي، اولا قول رايك، بس خلي بالك لو رايك ده ما يكونش ضد المجتمع ككل. قول رايك، ما تكتمش جواك. في ورقه وقلم برضك اكتب قرار اخدته النهارده، كان حاسم مثلا في حاجه معينه، خدت قرار النهارده ان مثلا ما انزلش مع صحابي، قلت لهم لا ليه؟ عشان عندي مذاكره. ده قرار تكتبه. ليه؟ عشان دي حاجه مهمه انك تقول لا. خليك فاكر الفيديو
من كام فيديو كده قلت لك ازاي تقول لا. اخر حاجه محتاج تدلع نفسك وتطلع تغير جو من جو الضغط بتاع الاسره وجو الضغط بتاع المذاكره وضغط الشغل. على الاقل لو في مره مثلا مره انزل روح مكان بتحبه، كل اكله بتحبها، انزل سينما، وهكذا. تالت مهاره من المهارات اللي عندنا حاجه اسمها مهارات التكيف. طبعا انت اي حاجه بتخشها لازم تتكيف مع المجتمع. عندك مثلا في شركات ما بتخش حاجه جديده على السوق ما بتعرفش تتكيف معاها، الشركه بتفشل. ليه؟ ما عندهاش القدره على التكيف. فانت ايه اللي يخليك عندك تكيف؟ لو واجهتك مشكله تعرف تحلها. وده هيديك تمارين عليه صغيرين، انك تفكر في المشكله قبل حدوثها، وانك تعرف تلاقي اكتر من حل للمشكله. وعايز اقول لك يا صديقي ان المشكله بيبقى فيها اتخاذ قرار، واتخاذ القرار ده بيعتمد على ايه؟ على العاطفه. لان يعني في اوقات قرارات كتير بتاخدها على اساس العاطفه بتاعتك، عشان كده بنتكلم فيها في الذكاء العاطفي. تاني حاجه وهي المرونه، انك تعرف تبقى مرن مع اي حاجه بتتحط فيها. والمرونه دي يعني محتاجه اعتقد فيديو لوحده، ان ازاي يكون عندك مرونه في التعامل مع كل حاجه. لو عايز الفيديو ده يكون في فيديو مخصص للمرونه اكتب لي تحت في الكومنتات، انا ببص على الكومنتات على فكره. واخر حاجه يا صديقي، عايز اقول لك انك المفروض يكون عندك مهاره تتعامل فيها مع الضغوط. ايه هي مهارات التعامل مع الضغوط؟ هي كتير قوي. انك مثلا لما يكون عندك ضغط عصبي متتعصبش على اللي قدامك، ولا تعبر عن نفسك وانت متعصب. ما تعبرش عن نفسك وانت متعصب، ما تروحش في الحته دي خالص خالص. ان يكون عندك حاجه تفرغ طاقتك فيها، زي مثلا بتقعد في الاوضه تقعد مثلا تكتب، عندك مثلا طقوس بتعملها بتهدي بيها نفسك، بتقعد تعد من 1 ل10 مثلا. نقول ايه تاني؟ في ناس مثلا لما بتتعصب بتنزل الجيم تلعب بوكسنج، تطلع طاقتها في البوكسنج، تطلع طاقتها لما تنزل الجيم، تطلع الطاقه اللي جواك. في طرق كتير انك تطلع طاقتك وتفرغ طاقتك، بس انت بقى تشوف الانسب ليك. ليه بقى يا صديقي الذكاء العاطفي مهم؟ عشان هو أكتر فاعلية من الذكاء العادي بتاعك اللي هو بتاع المخ. إن الذكاء العاطفي هيخليك تتطور في شغلك، تتطور في حياتك عامة، تتطور في دراستك. لو عايز تتطور في دراستك هيطورك في كل حاجة بلا استثناء. تعالى بقى يا صديقي أقول لك إزاي تتقن أو تبدأ تاخد خطوات بجد في إنك تفهم عواطفك وتفهم الناس. يلا بينا. إزاي بقى يا صديقي تبدأ تتعلم أو تتقن الذكاء العاطفي؟ أول حاجة الوعي الذاتي، تبقى واعي بنفسك وبذاتك، كل حاجة قلناها قبل كده في الحلقة. تاني حاجة تعرف تتحكم بمشاعرك. تالت حاجة ركز على التعاطف. قلت لك من شوية حط نفسك مكان حد غيرك، شوف كان هيتصرف ازاي في الموقف ده أو بيتصرف ازاي في الموقف ده أو شعوره ايه في الموقف ده. رابع حاجة وهي حاول تتعلم أكتر عن الكوميونيكيشن سكيلز أو مهارات التواصل، هتفيدك وانا هتعلم معاك ان شاء الله. نعمل فيديو عنها وممكن نعمل كذا ريل كده عن رحلتي في التعلم بتاع الكوميونيكيشن سكيلز. خامس حاجه طبق الكلام اللي انت سمعته ده، وهتغلط ارجع عيد تاني عادي. الفشل هو اللي هيعلمك. وده يدخلنا على النقطه اللي بعديها وهي مشاكل هتواجهك بقى يا صديقي وانت بتحاول تطبق الذكاء العاطفي ده في حياتك. اول حاجه الناس بتفتكرك ضعيف. ليه؟ اقول لك انا الناس هتفتكرك ضعيف ليه؟ عشان هتقعد ساكت، هتفكر في كلامك قبل ما تقوله، مش هتبقى شخص اندفاعي. كل ده هيخليهم يقولوا عليك انك ضعيف او عبيط او هادي بزياده. فاهم قصدي ازاي؟ تاني نقطه انك تكتم مشاعرك. كتم المشاعر بيسبب مشاكل كتير جدا ومش هيخليك برضك تعرف تبقى ذكي عاطفيا. فنحاول ما نكتمش مشاعرنا، حتى لو قلت لك قبل كده ورقه واقعد طلع كل المشاعر اللي جواك. ولسه قايلها لك في اول حلقه 10 دقايق. تالت حاجه احنا بنقرا كتير وبنسمع كتير، بس لما بنيجي على ارض الواقع ساعات ما بنعرفش نطبق. زي لغه الجسد كده مختلفه عن كل حاجه. يعني في لغه الجسد انا لو حطيت ايدي ورا ظهري كده ناس تقول عليها ثقه، ناس تقول عليها خوف، ناس تقول عليها توتر. بس انا بقف كده متعود اقف كده، ساعات بقف كده ومتعود ان انا اقف كده، يعني عاده عندي. بس هل هي في لغه الجسد هتجسد بقى اللي انا كده مكسوف او لا؟ ده انا بحب اقف كده. فمش شرط دايما لغه الجسد بتعبر عن كل حاجه. زيها زي الذكاء العاطفي او الحاجات اللي احنا بنسمعها مش دايما هتلاقيها لما تطبقها على ارض الواقع تبقى صح. فعادي يا صديقي لو وقعت ورجعت تاني،
مهم أوي رأي الناس في التجربة بتاعتك على قد ما أنت تتعلم منها. في ناس فينا أو اللي بيسمعوا بيفهموا الذكاء العاطفي غلط، إنك الذكاء العاطفي إنك دايمًا تقعد ساكت وتفعفع على أي حاجة، اللي هو مش أنا معاك، أنا مش معاك، لأ، الذكاء العاطفي إنك ذكاء تتعلم بعقل وتتعامل بعقل الاتنين. يعني مثلًا موقف لازم تقول فيه لأ، ما ينفعش عشان أنت عندك ذكاء عاطفي دايمًا ساكت تقول يالّا أنا معاهم في القطيع، يالّا بينا. فلأ، لازم تُقف شوية كام وقفة. ده يودينا للنقطة الخامسة، إنك من كتر ما أنت بتحاول تستوعب معلومات كتير عن الذكاء العاطفي وبتحاول تجرّب كل حاجة، وإنك دايمًا مركّز مع مشاعر الناس ومش مركّز مع مشاعرك أنت، واخد كل حاجة باهتمام زيادة عن اللزوم، بييجي لك يعني تعب من الاستيعاب ده كله. وبرضك ساعات بيبقى التعاطف الزيادة يعني. وبس كده، دي المشاكل اللي ممكن تواجهك بقى عامة في انك تتعلم الذكاء العاطفي او تحاول تتعامل بيه على ارض الواقع. عايز اقول لك يا صديقي ان الذكاء العاطفي مش رفاهية، ده اسلوب حياة. انك تبقى فاهم مشاعرك وفاهم مشاعر اللي حواليك، وتبقى واثق في نفسك وعارف تتعامل مع الناس، تبقى حن على نفسك من اي حد تاني. في النهاية أحب أختم بمقولة من كتاب Emotional Intelligence لدانيال جلومان بتقول: الذكاء العاطفي لا يعني كتمان مشاعرك، بل فهمها والتحكم في ردود أفعالك تجاهها. وبس كده يا صديقي، سلام.